كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. في حارة بسيطة من حواري مصر كان في ولد اسمه آدم، عنده 11 سنة. معروف إنه ولد مؤدب وبيحب ربنا، بس هو اتغير شوية لما اتعرف على زميله اللي اسمه سليم. كان ولد من مدرسة تانية، دايما بيغريه إن هو يعمل حاجات غلط. بس كان آدم بيتضايق جدا من حاجة زي دي، بيقوله لأ حرام، ما ينفعش ان احنا نتنمر على اصحابنا، ما ينفعش ان احنا نستخدم العنف، سواء في اللفظ سواء في الفعل. ما ينفعش ان احنا نأذي اصحابنا او نعمل فيهم مقالب على اساس ان احنا بنهزر يعني. لا، المقالب اللي تخلي صاحبها يضايق حد تاني ويخليه زعلان ومقهور ما تبقاش مقالب وما تبقاش هزار، دي حاجة وحشة جدا يا سليم. في مرة سليم قاله تيجي نزوغ من الحصة ونروح نلعب في السايبر. فآدم اتردد وقاله بس ماما وصتني ان انا مزوغش من المدرسة ابدا. فسليم ضحك وقاله هو ايه اللي هيحصل يعني، احنا صغيرين، وبعدين دي مرة واحدة بس. وسبحان الله، المرة دي ما كانتش مرة. بعدها آدم بدأ يزوغ كتير ويسرق فلوس من محفظة مامته، ومع الوقت قلبه بقى بيتقل، بطل يصلي، بطل يقرأ قرآن، بقى عصبي حتى مع اخواته الصغيرين بعد ما كان حنين جدا معاهم. بس هي الحاجات الوحشة كده بتعمل في القلب حاجة بتخليه قاسي وجاحد، يعني مش حنين. بعد ما بعد ما كان آدم متعود إن هو بيعمل حاجات كويسة ويفكر في ربنا ويفكر في أي حاجة قبل ما يعملها علشان ما يعملش حاجة غلط تزعل ربنا منه أو تزعل مامته أو تزعل إخواته، لكن للأسف سليم كان دايما بيشجعه على الحاجة الوحشة. وفي ليلة من الليالي وهو نايم شاف كابوس غريب، شاف نفسه في مكان ضلمة وناس كتيرة بتصرخ وهو تايه بيجري، عمال يجري ويجري ويجري. وفجأة شاف باب نور وواحد واقف بيقوله باب التوبة مفتوح يا آدم، ربنا بيحبك، استغفر وارجع. صحي آدم وهو قلبه بيدق جامد، راح جري لمامته، حضنها وهو بيعيط، قال لها أنا غلطت يا ماما وسرقت وكسرت كلامك وكنت بصلي وكمان بطلت صلاة. فمامته زعلت جدا علشانه، قالت له بص يا آدم، أنا هكلمك عن حاجة، اسم من أسماء الله اسمه التواب، يعني ربنا بيحب اللي يغلط ويرجع. اللي يعمل حاجة وحشة أكيد أكيد ربنا يكون زعلان منه، بس لما يعمل الحاجة ويتوب عنها فعلا وينوي ان هو ما يعملهاش تاني ابدا وان هو ندمان عليها ويقول لربنا انا بجد ندمان عليها، انا ندمان ان عملت الحاجة الوحشة دي، سواء بقى ان هو سرق، سواء ان هو بطل يصلي، او ان هو كسر كلام مامته، او عمل حاجات وحشة. اي حاجة من الحاجات دي لازم يتوب عنها ويقول لربنا انا اسف، انا اسف اني عملت كده، انا مش هعمل كده تاني ابدا، وانا ندمان وبتوب اليك ويا رب اقبل توبتي. فربنا بيحب جدا العبد اللي يغلط ويرجع، ما بيقفلش بابه ابدا ابدا. ارجع له يا حبيبي وهو يغفر لك كل حاجة يا آدم. ارجع لربنا، ارجع صلي من تاني، استغفر ربنا كتير. بص، انا اشتريت لك ايه، انا جبت لك سبحة تسبح عليها، خليها دايما في ايديك، البسها في صباعك. السبحة دي هتفكرك دايما
ان انت ما تغلطش، وحتى لو غلطت استغفر ربنا، وما تعملش اي حاجة وحشة ترجع تندم عليها تاني يا آدم. فآدم خد وعد على نفسه وقال لمامته حاضر يا ماما أوعدك، وبدأ يغير من نفسه فعلا. رجع يصلي وقال لصاحبه سليم أنا تبت، أنا مش هعمل أي حاجة وحشة تاني من اللي انت كنت بتقولي عليها. انت دايما كنت بتقولي ما تسمعش كلام مامتك، واحنا بقينا كبار، واحنا ما بقيناش عيال صغيرة، ولازم نعمل اللي احنا عايزينه، وان مامتك مش بتحبك. الكلام ده غلط يا سليم، انا مش هسمع كلامك تاني، وبعد كده انا مش هسرق تاني ابدا، ومش هاخد حاجة من حاجة صحابنا عشان ده حرام. احنا لما يكون معانا فلوس او معانا مصروفنا نجيب اللي احنا عايزينه، بس ما ينفعش ان احنا ناخد حاجة من حاجة غيرنا. ورجع الفلوس اللي كان واخدها، واعتذر لأصحابهم، ووعدهم ان هو مش هيعمل كده تاني ابدا. وهو واصحابه اول ما عرفوا ان هو بجد ندمان ومش هيعمل كده تاني، نسيوا وقالوا احنا مسامحينك ومش زعلانين منك يا ادم، لان احنا عارفين ان انت ولد كويس واحنا بنحبك. فرح جدا ادم. وفي يوم بعد ما خلص صلاة الفجر كان قاعد مع باباه، قال له يا بابا، هو ليه ربنا بيغفر حتى للناس اللي بيغلطوا غلطات كبيرة قوي قوي قوي؟ فرد عليه بابتسامة، قال له لأن هو التواب يا آدم. التواب بيحبنا نرجع له، مش علشان احنا ناس كويسين قوي قوي او جامدين جدا جدا، لكن علشان هو رحيم، بيسيب الباب مفتوح حتى لو 1000 مرة رجعت بيرحب بيك. من يومها بقى آدم دايما لما يغلط يقول أنا آسف يا رب، أنا مش هعمل كده تاني، بس يا رب اديني فرصة، أنا لسه عندي فرصة أرجع. صح يا رب، هتقبلني؟ أنت التواب يا رب. اسم الله التواب مش معناه إنه بيغفر وبس، ده بيحبك كمان ترجعله، حتى لو كنت بعيد، حتى لو كنت بتكرر الغلط. المهم إنك تيجي بقلبك وتقوله أنا آسف يا رب، وقتها ربنا هيرحب بيك بحب مش بعقاب. ربنا كريم جدا جدا جدا، وكلنا بنغلط، كلنا بنعمل حاجات أحيانا بتكون مش صح، وبننسى، وبننسى إن ربنا سبحانه وتعالى هيزعل مننا. بس لازم لازم أول ما يرجع لنا رشدنا ونفتكر إن الحاجة اللي عملناها دي ما كانش ينفع إن احنا نعملها، لازم نصلحها، لازم نصلحها على طول. ولو كانت حاجة وحشة في حق أي حد من صحابنا، من ناس قرايبنا، لو كانت أي حاجة لازم نرجع ونتأسف لهم ونعتذر لهم. لازم نعتذر للناس اللي احنا ضايقناهم ونطلب منهم ان هما يسامحونا، لان اوحش حاجة في الدنيا ان انت تعمل حاجة وحشة في حق حد تاني. انت لو عملت حاجة وحشة في حق نفسك وتبت عنها، وربنا ممكن يغفر لك ويسامحك، لكن الحاجة الوحشة اللي بنعملها في حق أصحابنا أو قرايبنا أو أهالينا لا يمكن إن ربنا يعديها لك إلا إذا الناس اللي انت ضايقتهم سامحوك. يعني انت لو سرقت حاجة من حد وعايز تتوب عنها، لازم ترجع الحاجة دي بأي طريقة، حتى لو بطريقة غير مباشرة. لو انت خايف ان هم يزعلوا، اعمل اي حاجة، بس لازم ترجع الحقوق لاصحابها. يعني ايه الحقوق لاصحابها؟ يعني الحاجة اللي اخدناها بغير وجه حق، اخدناها عشان نهزر معاهم او عشان نعمل فيهم مقلب، لازم نرجعها لهم بنفسنا. ولو خايفين ان هم يزعلوا مننا اكتر او يقولوا علينا حاجة وحشة، نحاول نفكر في طريقة ان احنا نرجعها لهم، وبعدين نقرب منهم ونطلب منهم يسامحونا عن اي حاجة وحشة عملناها في حقهم. ولو سامحونا يبقى كده خلاص، ولو ما سامحوناش هتبقى مشكلة كبيرة.
لأن هيفضل ما بيننا وما بينهم كلمة واحدة، كلمة السماح. عشان كده لازم نعمل حاجات حلوة لكل اللي احنا بنحبهم، لأن الحاجات الحلوة اللي بنعملها بترجع لنا دايما. افتكروا دايما الحاجات الحلوة اللي بنعملها بترجع لنا. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. ما تنسوش تكتبوا آيات من القرآن عن اسم الله التواب.